ممكن نغير لون الحيطة؟ أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. الأستاذ الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية لمدة 5 دقايق هتسيب معانا كارك الأساسي كأستاذ علوم سياسية، وهتشتغل في مهنة جديدة أو كار جديد. هتختار مهنة إيه أو كار إيه؟ أنا حابب إن أنا أختار مهنة رئيس للحكومة. رئيس الحكومة المصرية الأستاذ الدكتور جمال زهران، التشكيل الوزاري القادم هيكون عبارة عن إيه؟ أهم حاجة عندي الهيكل الوزاري ده. أنا محتاج 20 وزير فقط، مش محتاج 35 ولا 40 وزير ولا الكلام ده. أنا لما يشتغل معايا باعتباري يعني 5 دقايق أعيش كده رئيس حكومة، معايا 20 وزير سوبر، عندي جيش من المساعدين بتبان مهاراتهم أثناء العمل، فده ممكن يختاروا بعد كده وزراء ويختاروا في دولاب الحكومة في كل القطاعات. فدي الحكومة أنا بعتبرها الحكومة المنجزة، الحكومة الرشيقة. كرئيس للحكومة المصرية الدكتور جمال زهران، إيه رأيك في مقترح أن يكون في أكاديمية لتدريس كيف تكون وزيراً وتدريب بعض الكوادر على مهنة وزير؟ احنا محتاجين أكاديمية خاصة بإعداد القيادات للمناصب العليا في الدولة، والضرب ويخضع للتدريب ويخضع للتوجيه ويخضع للنقد والتصرف، ويبقى في حاجه اسمها اسيميليشن موديل اللي هو اسلوب المحاكاه والحاجات دي وبتاع. يعيش التجربه. محافظين ناس موجوده مش عارفه تاخد قرار، وزراء مش عارفين ياخدوا قرار. رئيس الحكومه المصريه الاستاذ الدكتور جمال زهران، في بعض الوزراء بيرتكبوا اخطاء، انت من انصار اعطاء فرصه ثانية ولا الوزير اللي يغلط يقال فورا؟ لا، أنا من أنصار الغلطة اللي بتمس الجماهير بشكل مباشر ده لازم يتم إخراجه من الحكومة فورا ولا يقعد ثانية. يعني واحد هان مواطن مثلا، يعني ده خلاص تهان الشعب، المواطن هو الشعب. رئيس الحكومة المصرية الأستاذ الدكتور جمال زهران، كرئيس حكومة، إهدار المال العام والبذخ اللي بيبقى فيه الوزراء، وحتى على مستوى رئاسة الوزارة بتلاقي تكييفات وبتلاقي عربيات فارهة وبيقفلوا الطريق. أنت كمواطن قبل ما تبقى رئيس وزارة بيعجبك الجو دوت يعني، وهل من حقهم يعملوا كده ولا أنت شايف إن ده مبالغ فيه في مصر؟ لو تصورت إن أنا في أول اجتماع أقول لهم الترشيد، أنا رأيي إنه لا يزيد تخصيص أكتر من عربية عادية مكيفة سليمة وقوية ومتينة، لأن دي منصب وزاري لازم نحافظ عليه، بربع هذا الثمن، والباقي سوف أصدر قرارا بالتخلص من جميع سيارات الحكومة الغالية دي وشراء سيارات بسيطة جدا للغاية بتعادل ربع الثمن. يبقى أنا وفرت 3/4 المساحة، أكثر من ذلك لا يجب تعدد السيارات. كرئيس للحكومة الأستاذ الدكتور جمال زهران، بعض القيادات الأصغر بتبقى عايزة تعمل تغيير، وموظف بيبقى عادي جدا بس معاه ملفات فساد وعايز يغير، ما بيقدرش يوصل لرئيس الوزراء أو رئيس الحكومة. أنت هتعمل إيه عشان تحل الإشكالية دي؟ لازم هعين واحد بدرجة نائب وزير في مكتبي كرئيس وزراء يختص بمقابلة هؤلاء، ده شغلته. كل ما لديه مبتكر ولا تعديل قانون ولا مواجهة فساد ولا ملفات فساد موثقة لازم يستمع إليه وفي سرية تامة ويعرض عليا واتخذ الإجراءات الفعالة لهذا، لأنه مصر لن تبنى إلا بإتاحة الفرصة لكل المخلصين والشرفاء أن ياخدوا حظهم، حتى لو بالإبلاغ، حتى لو بتقديم المقترح. الأستاذ الدكتور جمال زهران، ال5 دقايق خلاص انتهت، هترجع تاني لمهنتك الأساسية كأستاذ للعلوم السياسية وكسياسي لامع، وهتسيب مهنة رئيس الحكومة. زعلان؟ تصعب عليا والله، يعني اديتيني طموح لمدة 5 دقايق، بس أنا عمري ما كنت طامح لمثل هذه المناصب يعني. لكن عايز أقول لك إن أستاذ الجامعة هو أساس كل شيء.
لو أستاذ الجامعة ده أخلص وعمل من نفسه قدوة ونموذج لأولاده في الجامعة، أنا بعتبر إن هو بيأدي يعني رسالة فوق العادة. جديد في الكار، انتصار غريب.